الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا جدا جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان خاطر تعرفوا شوية تريكس وشوية حاجات كده ما كنتوش تعرفوها او واخدين بالكم منها. ممكن تكونوا بتعملوها بتدمر البشرة او بتجدد الحبوب او بتكون تعملك اي افكتس انت مش واخدة بالك منها قبل كده. بقى اعملوا حاجة اشربوها. يلا بينا على الفيديو النهاردة تحت شعار انت كده بتدمري بشرتك. في ناس كتير قوي فاهمة ان الكلام عن بعض المنتجات اللي موجودة في السوق مجرد كلام كده، واختيارها للحاجة دي انها تستخدمها او تحطها على بشرتها سواء كانت سكين كير او ميك اب، على مجرد سمع من غير ما تكون عارفة الانجريدينتس بتاعت البرودكت اللي هي بتستخدمه ايه او طبيعة بشرتها في الوقت الحالي ايه. ده بيدخلها في مشاكل كتير قوي. اول حاجة هنبدأ بيها اللي هو رقم واحد الغسول سواء كان البشرة الدهنية او البشرة الجافة او البشرة العادية. ما ينفعش ابدا اكون بشرة مثلا دهنية وعجبني كلينزر معين للبشرة الجافة مثلا واجيبه لمجرد ان انا محتاجة، حاسة ان انا محتاجة ترطيب. ده هيزود لي الدهون، هيخلي في الغدة الدهنية بتفرز بطريقة اكتر من الاول، فهيعمل لي حبوب لان ده يعني مش مناسب لبشرتي. هو معمول بنسبة زيوت معينة ومرطبات معينة بتخص البشرة الجافة لأنها بتحتاج ترطيب زيادة، فما ينفعش أنا بشرة دهنية أجيب حاجة للبشرة الجافة. بالنسبة بقى لو أنا بشرة عادية أو بشرة جافة وطلعت لي حباية، وليكن هي حباية هرمونية نتيجة الجانك فود مثلا، طلعلي بسبب بكتيريا على البشرة نتيجة إن أنا ما شلتش الميك اب كويس، فطلع لي حبايه، انا لازم اروح اجيب حاجه علشان خاطر الحبوب، فتروحي تجيبي كلينزر لبشره دهنيه او بشره مختلطه مثلا. ده نسبه الحموضه فيه اللي هي البي اتش بتبقى اعلى من النسبه اللي انت محتاجاها، فتخلي المسام تبقى اوسع والغدد الدهنيه برضو تفرز اكتر، فانت بتضري بشرتك ما بتنفعيهاش. يعني دي حبايه طالعه لسبب معين لان انت اصلا طبيعه بشرتك مش بتطلع حبوب، ودي حاجه طارئه. يعني الحبوب الهرمونيه دي وارده على كل الناس، على كل الناس مش انتي بس، فممكن تجيبي حاجه تحطيها على الحبايه از تريتمنت كده، مش تغيري روتين بشرتك. ده بالنسبه للكلينزر. نيجي بعد كده رقم 2 المرطب. البشره الدهنيه ما ينفعش تستخدم اي مرطب فيه نسبه دهون عاليه، لازم يكون البيز بتاعه اللي هو ووتر بيز او جل، نسبه الاكوا فيه تبقى عاليه، لان البشره الدهنيه المعرضه للحبوب او الدهنيه عامه اوريدي بتفرز دهون، فلما هي بتفرز دهون وانت تحط لها دهون هيحصل اكسده، هيحصل بثور سوداء، هيحصل حبوب تحت الجلد. فكل ده احنا في غنى عنه، لان احنا المفروض نستخدم الحاجه اللي بتناسب بشرتنا. رقم 3 هو التونر. انقسم رأي خبراء التجميل وخبراء العناية بالبشرة إلى مؤيد ومعارض في وجود التونر في الروتين كشيء مهم. هو التونر مهم ولا مش مهم ندخله في الروتين بتاعنا؟ هو حقيقي التونر حاجة زيادة احنا بندخلها في الروتين بتاعنا، ولكن التونر هو وظيفته ايه؟ اولا حسب المكان اللي احنا موجودين فيه. يعني مثلا الناس بره ممكن يكون التونر بالنسبه لهم حاجه مش مهمه، لان الميه اللي بيستخدموها في غسيل بشرتهم وشعرهم غير الميه اللي احنا بنستخدمها. الميه اللي احنا بنستخدمها كلها كلور ومعادن، ودي حاجه بشعه بتدمر البشره اصلا. فاذا انت بتستخدمي غسول البي اتش بتاعه مناسب لبشرتك فانت في غنى عن انك تستخدمي التونر. لكن اذا دخلتي التونر في الروتين بتاعك هو بيعمل ايه؟ هو بعد ما بتغسلي بشرتك هو بيبقى الخطوه رقم 2 في روتين العنايه بالبشره، بتحطيه على الكوتون باد كده وتمرريه على بشرتك، بيشيلك بقى اي حاجه باقيه جوه المسام الصغيره اللي بتبقى موجودة عندنا في بشرتنا، فبيخلي البشرة كلير تماما، فبيغنيكي عن وجود بثور سوداء على المدى القريب. يعني لان غالبا الناس تروح تعمل تنظيف بشرة وبتستخدم ابرة المسام وبتستخدم اجهزة عشان تشيل وشوفوا الدهون اللي طلعت في الجهاز عاملة ازاي. لا، احنا في غنى عن ان احنا اصلا يطلع لنا بثور سوداء او حبوب تحت الجلد او الى اخره، يعني او وجود الشوارد الحرة نفسها بتعمل بثور سوداء، وهنتكلم عنها في فيديو تاني. بس انا حابة اتكلم في الفيديو ده عن الحاجات اللي بتدمر البشرة واحنا مش عارفينها. فلو انت بتستخدمي غسول الحمضية بتاعته اللي هو البي اتش 5.5 مناسب لبشرتك، الحمضية بتاعته مناسبة لبشرتك سواء كنت دهنية مختلطة او عادية او جافة، خلاص انت في غنى عن التونر. لكن في ناس بتدخله مثلا في روتين التفتيح،
في ناس بتدخله في روتين التقشير لان في حاجات بالجلايكوليك اسيد مثلا، او في حاجات تانية بتستخدم فيها فيتامين سي. ده بس دور التونر. الناس اللي بتأيده عشان الحته دي، والناس اللي بتعارضه ان هو يعتبر حاجه كامله. مش شرط ندخله، يعني مش اساسي ندخله بس في حاله الكلام اللي احنا قلنا عليه. خلونا نتكلم بقى عن رقم 4 وهو الصن بلوك. ناس كتير قوي فاكره ان الصن بلوك بنحطه بس واحنا رايحين المصيف او بنتعرض لشمس شديده قوي في اليوم ده بنحط صن بلوك علشان خاطر لوننا ما يغمقش. الحقيقه ده شيء غلط جدا، لان في ملوثات تانية كتير ضوئيه نتعرض لها زي الرينج لايت اللي انا قاعده قدامه ده. دي حاجه اسمها بلو لايت، او الموبايلات ده برضو بيطلع بلو لايت، والبلو لايت ده زيه زي الشمس بالظبط. لازم نكون حاطين الصن بلوك. طب يعني احنا هنقعد بالصن بلوك ليل ونهار هنحط بقيه الروتين بتاعنا ازاي؟ لا، الفكره كلها ان لو انت قاعده في البيت مثلا والكريم بتاع النهار اللي بتستخدميه ككريم مرطب لو في عامل حمايه 30% او 30 SPF زي ما بيقولوا كده بالظبط، ده هيبقى مناسب جدا ليكي. لو انت قاعده موجوده في البيت تعرضي بقى للموبايل، دخلتي المطبخ تعملي حاجه فتعرضي للحراره خاصه في الصيف، لان البشره بتفسر الحراره على انها زيها زي ضوء الشمس. الحراره بتخش للبشره من جوه، بتسرع في عمليه ان يحصل لها تجاعيد في علامات الخطوط الرفيعه. علامات تقدم العمر بتظهر بدايه كده في العلامات التعبيريه اللي هي ناتجه عن الابتسامه. مثلا بعمل كده فبيحصل هنا الخطوط اللي بتبقى حوالين الفم دي، او انا عامله كده طول النهار فبيبقى في هنا 3 خطوط كده عند ناس وتلاقيهم عند بنات صغننه جدا. فبدايه ان انت تحمي بشرتك انها تتقدم في العمر او ظهور العلامات التعبيريه بصوره قويه، ان انت دايما تكوني عامله لها حمايه وترطيب. الحمايه بتيجي بالصن بلوك والترطيب بالمرطب بتاعك. طب الصن بلوك ده بنستخدمه ازاي؟ لو انا خارجه وحاطه ميك اب مثلا، هحط الصن بلوك بتاعي واحط الميك اب فوقيه وانا خارجه. بقى هما عملوا الصن بلوك اللي هو الرش ده زي بتاع لاروش جوزيه مثلا علشان تجددي بيه وانتي بره. طب هو انا ينفع اجدد وانا حاطه الميك اب؟ لا، احنا لازم هنشيل الميك اب وهنجدد. هو كده ما ينفعش تجددي صن بلوك على صن بلوك تحطي الاتنين فوق بعض، مش هيديكي افكت، هيسد المسام، هيعمل لك مشاكل كتير في بشرتك، هيعمل لك دهون تحت الجلد، وهيعمل لك بثور، وهيعمل لك حبوب، وهيبقى ساعتها انت بتشتكي من نوع الصن بلوك اللي معاكي في حين ان انت بتستخدميه غلط. لازم هنحط صن بلوك هنجدده بعديه، اما تتجنبي التعرض لاشعه الشمس مباشره او لاضاءه عاليه، لان ده هيسرع من علامات التقدم في العمر. البشره عباره عن 3 طبقات، هحط لكم صوره كده. الابيديرمز اللي هي السطح الخارجي للبشره اللي هو بيتعرض، اللي هو اليو في بي. اليو في بي ده اللي هو بيتعرض للبيرنينج للاحتراق. واليو في اي اللي هي الطبقه الثانيه اللي هي الديرمز اللي بتكون فيها الكولاجين والالاستين والهيالورونيك اسيد، ودول احنا عارفين انها مواد موجوده اوريدي جوه البشره وبتقل مع تقدم العمر او مع تقدم عمر البشره البيولوجي. يعني ممكن تكون بنوته عندها 25 سنه مثلا او 23 سنه وعندها خطوط تعبيريه، عندها خطوط تحت عينيها، عندها مشاكل كتير في بشرتها. وده لان العمر البيولوجي بتاع البشره تقدم نتيجه مثلا انها مهمله في بشرتها، ما بتستخدمش الصن بلوك، ما بترطبش بشرتها كويس، بتستخدم انواع من الميك اب مجهوله المصدر، بتعمل لها اكسده للبشره فبتغير من صبغه الجلد، مشاكل كتير بقى تحت بعضها. الصن بلوك مهم جدا، مهم جدا نحطه صح، مهم جدا لما نيجي نجدده نشيله بميك اب ريموفر، بيتشال زيه زي الميك اب، لانه هو بيبقى طبقه سميكه على الجلد، لازم يتشال بميك اب ريموفر ونتاكد تماما ان البشره نظيفه. بعد كده نجدده ونحط الطبقه الثانيه. نخش بقى عن التقشير. ما ينفعش اكون انا بستخدم تقشير فيزيائي اللي هو السكراب اللي فيه حبيبات وبعدين استخدم تقشير كيميائي. اقول بقى اما استخدم ده واستخدم ده عشان اشيل اكبر كميه من الجلد ازاي؟ انت كده بتحرقي بشرتك. ما ينفعش استخدم تقشير فيزيائي وتقشير كيميائي مع بعض علشان خاطر انا عايزه اوصل لنتيجه سريعه، انت كده بتدمري بشرتك. لازم تختاري يا تقشير كيميائي يا تقشير فيزيائي تستمري عليه، بعد ما تخلصي واحد فيهم جربي التاني، لكن ما ينفعش نستخدم الاتنين مع بعض. كيس المخدة مهم جدا يا جماعة ان احنا نغير كيس المخدة، لانه انا دلوقتي بحط برودكت على بشرتي وبحط كمان على شعري وباجي انام وانا عندي حبوب في بشرتي مثلا،
وجيت نمت على الكيس المخده ده النهارده وجيت بعالج بشرتي، جيت تاني يوم قمت نايمه عليه تاني وانا اوريدي بعالج، نقلت البكتيريا من هنا خليتها الناحيه التانيه. فالناس غفلانه عن الحته دي، والحته دي مهمه جدا جدا فوق ما كمان. تغيير الفوطه اللي بنغسل بيها وشنا. بصوا الفوطه دي هي اصلا كونسبت تقريبا اتلغى دلوقتي، احنا بنستخدم التاشو، المناديل الورق العاديه تنشفي بيها بشرتك بالراحه كده وبنرميها، ما بنستخدمهاش تاني. مناديل كده كده بنرميها ما بنستخدمهاش. ليه؟ لان الفوطه مهما كانت هي حاجه شخصيه جدا وانتي بس اللي بتستخدميها، هي برضو انتي بتمسحي فيها البكتيريا اللي موجوده على بشرتك وتحطيها وترجعي تستخدميها تاني، فانتي برضو بتنقلي لنفسك نفس البكتيريا من مكان لمكان وتفضل البشره يتنقل فيها الحبوب. النقطه اللي بعد كده لازم نتاكد ان احنا بنشيل الميك اب بطريقه صحيحه. يعني لازم اكون نظفت بشرتي من الميك اب كويس قوي، لان في حاجات بتبقى موجوده في المسام زي التنت الكريمي او الحاجات اللي هي بتبقى ثابته موجوده طول النهار. التنت دلوقتي معظم الناس بتحطه وبتستخدمه لان هو يعني افضل طريقه وطريقه سريعه عشان الناس يعني يبان اللوك بتاعها خفيف ولطيف وكده، وثباته طول النهار باعتباره صبغه، هو لون صبغه بيفضل موجود على الجلد في حته فيها مسامات المنطقه دي. فلازم اكون متاكده تماما ان انا شلته، لان تراكم الحاجات دي جوه المسام هتسد المسام وهتعمل لنا مشاكل، عملنا بقى حبوب تحت الجلد، حبوب فيها بكتيريا، على حسب الماده اللي انت بتستخدميها او النوع كمان اللي انت بتستخدميه، لان بقى في انواع كتير جدا متداوله، فيها حاجات هاند ميد وفي حاجات هاي اند. في كل الاحوال هي صبغه موجوده على الجلد لازم تتخلصي منها تماما. لو بتستخدمي ميك اب ريموفر حاولي تجيبي بقى اللي هو الووتر بروف، لان دي صبغه بتبقى موجوده لازم نشيلها كويس. في حاجه بقى مهمه قوي، لو ظهر اي حاجه، يعني لو ظهر عندك اي مشكله ورحتي مثلا سالتي حد هي شايفاها مشكله مش حبايه، مش حاجه بسيطه، مش روتين ممكن نمشي عليه، مش حاجه دارجه، لقيتي انها حاجه كبيره بتوسع منك، لازم تروحي للدكتور فورا وما تستخدميش حاجه حد استخدمها. لا طبيعه بشرتك زي طبيعه بشره صاحبتك او اختك او اي ناكل، او تكرري نفس العلاج من نفسك، لا. الحاجات دي لازم نلجأ فيها لحد متخصص يعرف يحللك المشكله، لان الموضوع بيحتاج ممكن تاخدي مضادات او حاجات او كذا. بس كده دي كانت كل الحاجات اللي كنت عايزه اكلمكم عليها النهارده، معلش طولت عليكم شويه بس كان لازم اقولها كلها كامله. اشوفكم في فيديو جديد، بس كده باي باي.